الآن جملة من الفقهاء شرب المواد المخدرة عندهم بنحو الفرد جائز وغير جائز. الحشيش وكذا بعض الفقهاء يقول لا دليل على الحرمة، لأن المخدر والمسكر المائع الأدلة دلت على الحرمة، أما المسكر الجامد عندنا دليل على الحرمة أو لا يوجد خلاف. ولكن نفس هذا العمل الجائز الفردي عندما يأخذ بعدا اجتماعيا أن يكون جائزا أو يكون من أكبر المحرمات، من أكبر المحرمات بالنحو الذي يأتي قانون يقول بأنه من يشيع هذا العمل يستحق. إذا نظرت إلى القضية من الجانب الزاوية الفردية تقول يا أخي مجموع المباحات مباح لو حرام. هذا الفرد يشرب حلال لو حرام حلال، هذا الفرد يشرب حرام لو حلال حلال، هذا الفرد يشرب حرام لو حلال. هو مجموع يشرب حلال يخرج منه ماذا؟ حرام. لعد لماذا تقولون حرام وأنه من يشيع هذا الأمر في الأمة يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى الإعدام أو حكم الإعدام. لماذا؟ يقول المشرع اللي يعطي هذا الحكم يقول أنت إذا تنظر إلى القضية من بعد فردي لا توجد فيه مسألة،